يا محمد. ايه يا معلم؟ قول له قولوا له النبي. حاضر. خد يا معلم. لا 25 عملوا 20 جنيه لا لا هذا ده الكلمه دي شويه. قول يا احمد. مقاس كام دي يا احمد؟ 4. ولا عاوز تعمل فيها ايه؟ ده يعني وسع لم الدماغ. طيب هي الوسعه حلوه ما انا عارف. بس مش قوي كده يعني. مع حضراتكم من مدينة الزقازيق. احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا بنجيب لحضراتكم الحاجات المميزة شوية في الشرقية. احنا النهاردة معاكم من مدينة الزقازيق، موجودين عند عم محمد اللي حضراتكم شايفينه ده. عم محمد بقاله اكتر من 60 سنة في المكان ده، هو بيصلح احذية وبيورنش الاحذية كمان. يمكن المحل اللي حضراتكم شايفينه ده محل اثري. الكرسي ده بقاله اكتر من 60 سنة، وعم محمد يعني محافظ على كل حاجة موجودة في المحل بقالها اكتر من 60 سنة. وكمان كان بيجي عنده الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، كان بيجي عنده بيقعد عنده وبيصلح بيورنش احذيته عنه. قصة كبيرة هنعرفها دلوقتي من عم محمد، خليكم تابعوا معانا اللايف. احنا معانا تعليق كده يعني لسه بنبدا اهو. حد بيقول الله يعينه ويرزقه ويعطيه صحه الابدان وربنا يبارك له ويحفظه، امين يا رب العالمين. يعني الناس الجميله دي، الناس الشقيانه اللي بتسعى على اكل عيشها كل يوم الصبح. عم محمد بيجي هنا من الساعه 6 صباحا لغايه الساعه 5، بقاله اكتر من 60 سنه في المكان هنا وبيشتغل. ربنا يا رب يديله الصحه. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. منورني. نورك يا رب. قول لي يا عم محمد كده، بقالك كام سنه في المهنه دي؟ بقالي بتاع 63 سنة وانا عندي 75 سنة. تشتغل المهنه دي بقالك اكتر من 63 سنة. المحل ده اصلا محل الوالد. اه. فانت بقى خدت المهنه يعني ايه، توارثتها من والدك؟ الوالد. اه. طيب قول لي بقى يا عم محمد، يعني انت بتيجي هنا كل يوم من الساعه كام لكام؟ من الساعة 6 الصبح لغاية 8 ونص. 6 ونص الصبح ل 8 ونص في الشتاء بقى، في البرد وفي الحر هو يوميا كده؟ حاجه واتعودت عليها بقالك سنين. اه. انت بتعمل ايه بقى؟ قول لنا انت يبقى لما شبشب بتاع واحد. ربنا يديك الصحه. قول لي بقى مين الكبار، يعني انا عارفه ان المحل ده شهد ناس من كبارات الزقازيق هنا ويمكن كبارات مصر كانوا بيجوا عندك هنا. انا كنت لسه صغير وكنت بلمع للاستاذ عبد الحليم والاستاذ مفتي جميل عديل. عبد الحليم حافظ كان بيجي هنا؟ واخوه الاستاذ اسماعيل شبانه والاستاذ مفتي جميل عديل وناس حلوه كتير. يمكن احنا عارفين ان شارع الحمام زمان كده كان لامم كل الناس الفنانين والناس الحلوين هنا. ويمكن عبد الحليم برضو كان المكواجي بتاعه جنبك هنا اللي كان بيكوي عنده الهدوم. كان بيكوي عنده جنبينا. طيب احنا معانا تعليق من تونس. تحية ليكم من تونس لأم الدنيا مصر. حد بيحييك من تونس. يا ألف مرحبا بيها. قول لي بقى يا عم محمد، يعني الناس عارفاك وبيجولك من آخر الدنيا، ليك زباينك كده بيجولك لغاية دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله. بس هي مهنة انقرضت. ما أنا لسه هقول لك المهنة دي مش انقرضت. انقرضت. كل واحد بيجيب حاجات سايلة في بيته بيعملوها في بيوتهم، فبرضه ربنا ورزق ربنا.
ونعم بالله. انت محتفظ ان انت تشتغل بالحاجات القديمه يا عم محمد؟ بالحاجات القديمه اللي انت حتى المحل انا شايفاك مش مجدد فيه. هو على هو يعتبر اثري دلوقتي. اثري، محل اثري. يعتبر اثري اه. يعني احنا شايفين يعني الكرسي ده بقى له قد ايه يا عم محمد؟ الكرسي ده بقى له فوق ال 100 سنه. عمل ايه؟ كل حاجه في المحل هنا، ودي صوره الوالد. صوره والدي. يعني انت سايب كل حاجه كده زي ما هي، انت محتفظ بكل حاجه على طبيعتها. يمكن ده اللي بيميز المكان هنا. الحمد صح؟ لله. قول لي مين تاني كان بيجي لك هنا زمان؟ نعم. مين تاني كان بيجي لك هنا زمان؟ مين تاني ايه؟ من الفنانين كانوا بيجوا لك هنا، مين تاني كان بيجي لك هنا؟ عبد الحليم انت قلت لي كان بيجي لك صح؟ كان بيجي، والاستاذ بقول مرسي جميل عزيز. مرسي جميل عزيز كان بيجي لك. امال ايه؟ واخوات الاستاذ عبد الحليم، اخوه الاستاذ اسماعيل خالو والاستاذ اسماعيل جمال. ايوه. ربنا يديك الصحه يا رب. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا، المحل ده من المحلات القديمه جدا في الزقازيق. يعني انا دايما لما بنحب نصور حاجه في الزقازيق او في الشرقيه بنحب نجيب الحاجات القديمه، التراث القديم، لان كلنا بنحب الحاجات دي. المحل ده بقاله زمن، بقاله اكتر من 70 سنه. حتى الكرسي شايفين، يعني كل حاجه فيه كده قديمه وجميله. وعم محمد نفسه كده بشوش، ربنا يديله الصحه وربنا يشفيه ويعافيه، من الناس الجميله هنا في الزقازيق وفي شارع الحمام. نفسك في ايه يا عم محمد؟ قول لي. نعم يا ابو. نفسك في ايه؟ نفسي افرح ببنتي. عندك بنتك انت اللي مسؤول عنها؟ انا مسؤول عنها، لان هو ابوها سايبها وهي لسه في بطن امها. يا حبيبتي. فانا ملزوم بيها، فانا بتمنى من الله ان الناس تتبه لها. نفسك تجهزها؟ طبعا. لان سننا كبر. ما انا لسه هقول لك، انت كبرت يا عم محمد ومفروض ترتاح. وبعدين كمان عندي لا مؤاخذه نسوق في البطن. عاوز عمليه، وانا ظروفي ما تسمحش، لان انا باخد معاش 2400 جنيه. ما يعملوش حاجه. 1000 مليون سلامه عليك ما يا محمد. يعملوش اي حاجه. يعني انا محتاج علاج ومحتاج البنت، فالبنت عندي ابدا من الدنيا. ربنا يعني علاجي مش مهم، المهم البنت. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب يا عم محمد. البنت في اولى ثانوي. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب يا عم محمد، وتفرح بيها يا رب يا عم محمد، ويديك الصحه ودايما منور مكانك هنا يا عم محمد. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معانا، احنا كنا موجودين مع عم محمد ابن مدينه الزقازيق. المحل ده بقى له اكتر من 70 سنه بيشتغل فيه تلميع الاحذيه. كان بيجي عنده عبد الحليم حافظ، حلم حياته ان هو يجهز بنته. خدي نمرتي عندي. قول رقمك يا عم محمد عشان لو حد حابب يتواصل معاك. قول. 012 12 811 003. اللي حابب يتواصل مع عم محمد، احنا قلنا رقم التليفون. ربنا يا رب يديله الصحه ويشفيه ويعافيك يا رب يا عم محمد.